بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة قلت أجيب طريقة كده من على اليوتيوب منتشرة قوي. قلت أنا لازم أجربها وأشوف إيه حكايتها. اسمها كباب الكوابري، بيقولوا دي من الشرقية. ده شكلها لما بتتصبع. هنشوف مكوناتها إيه. هي أكلة اقتصادية. بنجيب بصلة وفلفل رومي وفلفل حامي ومعلقة توم. وما بحطش الفلفل الحامي كله، بحط نصه. وبحط خضرة وبضرب دول الأول مع بعض. وبجيب حوالي 350 جرام لحمة، بحط عليها ملح وفلفل وبهارات وكزبرة وشوية قرفة، وهضربهم لغاية لما اللحمة تبقى بتلزق، يعني عاملة زي شعر كده، ملزقة كلها في بعضها زي ما يكون مسمغة فيها صمغ، بتلزق. كده انا ضربتها. بجيب حوالي 3 كوبايات رز وبعجنهم مع الخلطة دي. وبحاول بقى اظبط، لو محتاجة اظبط الملح اظبطه. بفضل اعجن. انا لما بحس ان انا محتاجة رز بزود. هي خدت حوالي 3 كوبايات. وبعجنها كويس قوي. هي دي أكلة لو انتي ما عندكيش لحمة مفرومة وعندك كمية قليلة، بتعملي وجبة بتكفي الكل، اقتصادية. هي شبيهة بكفتة الرز، مع اختلاف شوية في الطعم. في الآخر بتحطي حتة زبدة عشان تخليها كلها تبقى متماسكة، وفي نفس الوقت تساوي وتدي طعم للرز. احنا حاطين الرز مغسول، مش منقوع، مغسول وناشف كويس قوي. وبنحطه زي ما هو كده، ما بنطحنوش مع اللحمة ومع الخضرة. احنا طحنا بس الخضرة واللحمة والبصل والثوم والتوابل. وببتدي اصبحها بايدي. انا بجيب حلة بحط فيها شوية مادة دهنية، وبحط حلقات بصل وطماطم، ممكن بطاطس. وببتدي اصبع الكفتة. ده بيبقى شكلها بعد ما اتصبعت. انا بكمل لسه. ده الشكل بتاعها. هي بتعتمد على ان هي الرز بتاعها كبير. انا هنا عملت شوربة. الشوربة عملتها ما كانش عندي مرقة لحمة او فراخ. فعملت معلقة توم صغيرة، يا دوبك شوحتها، ورحت حاطة صلصة وعصير طماطم وحطيت ماجي. لما غليت انا رحت حطاها على الكفتة. لازم تتحط وهي بتغلي عشان ما تخليش الكفتة تفك. لما غليت انا بهدي عليها وبسيبها تستوي براحتها خالص. وبعد كده ده شكلها وهي نية محطوطة في الحلة. هوريكم شكلها لما حطيت عليها الشوربة بالصلصة. هي شبيهة قوي بكفتة الرز، الفرق انها مش لحمة جملي، والرز كميته اكتر من اللحمة. وفي نفس الوقت الرز مش مطحون مع اللحمة، الرز محطوط صحيح. أكلة اقتصادية، جربوها. يا رب تعجبكم. ويا ريت الأول مرة يدخل قناتي يدعمني بسبسكرايب ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.